السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. جيتكم فيديو جديد. وجدت حضرت عشاء خفيف وبسيط، نتمنى ينال اعجابكم. هنايا وجدت القرعه معسله، ووجدت عصير نتاع الخوخ، وكيكه يعني ديال الشكلاط، كيكه عاديه، وجدت شوربه ديال العدس وفلفله معمره. وهنايا نحضر معكم كل شيء بالتفصيل كي درت. وجدت كل حاجه، هذاك اليوغورت وهذه تحليه بالسميده والشربات. يعني كتوجد بطريقه سهله. تبعوا معايا الفيديو الاخير، ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس للقناه باش يوصلكم كل جديد. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وشكرا على المتابعه، وتبعوا الفيديو للاخير باش تشوفوا كل حاجه كي درت وجدتها. شكرا لكم وشكرا للمتابعه ديالكم. هذه كيف نقولوا المزرعه يعني الصغيره اللي كنزرع فيها الفلفله، هنا مزروع فلفله ومطيشه وكل شيء، جلبانه كل شيء زارعينه. هذه فلفله الخضراء اللي كتعمر. هنايا باش بحرا نحافظ عليها شنو كندير، يعني باش بحرا تبقى لمده طويله، كان نحيدها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا دابا. ومن بعد ملي كتحيد بحال هكا كنديها ملي كنمشي للدار كنغسلها مزيان، وكنخويها من ديك الزريعه، كنخويها من القلب ديالها، كنخويها من ديك الزريعه، وكنغسلها من الداخل وكنحطها تنشف. كنخليها تنشف، خصها ضروري تكون ناشفه من الماء، حيت شي الا درتها في الشمس ولا علقتها ودرتها في الشمس وهي ما ناشفاش من الماء كتحرق، كتولي كحله. مهم هنايا كنحاول اني نجمع كم كبير ديال الفلفله معمره، يعني هنايا الفلفله اللي كتعمر جمعت يعني بزاف، تقريبا كتقدني لمده سنه، كتقدني العام، يعني كنحتاجها مره مره. كيف كتشوفوا دابا كنركب الخيط باش بحرا نبدا كيف كنقولوا حنا نزلق الفلفله في الخيط. وحاولت ندير الخيط يعني على جوج باش بحرا يعني ما تقطعليش، ما يتقطعليش الخيط. مهم حتى كنسالي بعد ما كيف كتشوفوا راه خاويه وناشفه، بعد ما غسلتها وخويتها من الزريعه لداخل وخليتها تنشف. كان ما تجروش بجهد باش ما تقطعش فلفله صافي. وكنشوف البلاصه اللي فيها الشمس كنخلي فلفله تيبس وهي راسها مقلوب لتحت، واخا هذاك الراس الخاوي خصو يجي من لتحت. مهم مني كنسالي من هذه الطريقه نيشان كنخرجها دابا للشمس تيبس. المده ديال التيباس ديالها كيشد لي حتى الاسبوع باش كتيبس مزيان. خصها تولي حتى كتبغي تهرس، كتنشف بزاف وكتولي حمراء، كيولي شكل اللون ديالها احمر. ملي كتكون كتيبس كيولي اللون ديالها احمر.
هنايا من بعد ما يبسات كاينين بطبيعه الحال شي حبات اللي كيخيابوا من بعد، كيكونوا بعض المرات ما نشفتهمش مزيان، كيوليو بحال هذيك اللي كحله. انا غادي نوريها لكم من نبغي نفتحها، انا غادي نوريها لكم. المهم كنقطع داك الخيط وكنخويها من ديروا خيط غليظ، كنخويها في شي طاسه وكدير لها الماء سخون وكتخليها تقريبا 10 دقائق في الماء سخون، يعني دافي ما تكونش سخون بزاف باش بحرا يعني داك الفلفله ديالها داك الاخر الطعم ما يمشيش، غير باش تطلق بحال هذه الشكل هذا كيكون خايب ضاع. يعني كنكون من بعض المرات كتفلت لي شي وحده كنكون ما مسحاش مزيان وما منشفاهاش، شوفي كتغمال كتربي داك الصوفه داك الغموله هذه كنرميها. هنايا كندير الماء دافي شويه وكنخليها 10 ديال الدقائق على ما كتوجد. دابا هنايا غادي ندوز الحشوه اللي غادي نعمرها في الفلفله. كندير شويه ديال الزبده كنخليها على ما تذوب، الزبده كيف ما كانت ديال العبار كنخليها تذوب. زدت دابا شويه ديال الزيت وكنخلي الزبده ديالي تذوب. دابا كنضيف 2 ديال البصلات مقطعين قطع صغيره وكنحاول نحرك البصله غير بشويه نخليها حتى تعطي داك اللون الصفر. عاد من بعد غادي نضيف عليها فلفله. المهم كنضيف عليها فلفله وكنخليها تشحر. الفلفله والبصله كنخليهم يتشحروا شويه باش بحال عاد من بعد نزيد عليهم الكفته والعطريه. من بعد ما تشحرت الفلفله والبصله كنزيد عليهم حبه ديال المطيشه مقطعه قطع صغيره. كنخلط كلشي مزيان بعد ما كتهبط ديك مطيشه شويه كنزيد معلقه مع مرش ديال الثومه مقطعه صغيره. المهم كنحرك كلشي ومن بعد غادي نضيف الكفته ان شاء الله. المهم هنايا كنضيف الكفته، نتوما على حسب بغيتو ديروا حتى الكفته ديال الدجاج او الكفته البيبي ماشي مشكل. المهم انا كنفضل الكفته ديال البقري، كتجي مذاق زوين في الفلفله معمره. المهم كنخلط هادشي مزيان، كنخلط كلشي، كنخلي الفلفله والمطيشه والبصلات يدخلوا في الكفته ومن بعد غادي نزيد عليهم الرز. هنايا كنضيف كاس صغير ديال الرز، يعني نص كاس د العنبه ديال الرز، وكنخلط كلشي مزيان ومن بعد غادي نضيف العطريه. هنايا عندي معلقه صغيره ديال البزار، ونزيد معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الخرقوم، ومعلقه صغيره ديال سكينجبير. ونضيف عليهم شويه ديال معلقه صغيره حتى ديال الفلفل الحار، ومعلقه نقول نص معلقه كبيره ديال الملحه.
كنخلط كلشي مزيان، ومن بعد غادي نطفي على الطنجره ديالي، واخيرا غادي ندير المعدنوس كنخليه هو التالي. انا كان خاصني يكون عندي معدنوس عادي، ما كانش عندي، درت المعدنوس اللي كان عندي في الكونجيلاتور هو اللي استعملت. المهم ماشي مشكل، صافي كنطفي عليها مباشره دابا ونضيف لها المعدنوس. كيف شفتوا هنايا انا زدت المعدنوس، يعني خديته من الكونجيلاتور، كان خاصو يكون طري، المهم من الاحسن يكون المعدنوس طري. كنزيد المعدنوس وكنخلط كلشي، ونبدا نعمر ان شاء الله الفلفله. هانتوما تشوفوا الفلفله كي ولات بعد ما طلقات. هنايا غادي ندير لاصوص. درت معلقه صغيره ديال الثومه، بصله صغيره مقطعه، طريفات صغيورين ديال البصله مقطعه قطع صغيره. هنايا مركز طماطم اللي ديجا خدمت في الفيديو، حنا ما كنهزوش مركز طماطم من الماركت، ما كنجيبوش. هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال البصار، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره، وكنخلط كلشي، ومن بعد كنضيف عليه الماء باش كنديرو في المقله. كنديرو في الطنجره باش كنحط فوقو فلفله، كنست فوقو فلفله. انا هذه الطريقه ديالي اللي كنديرها في الفلفله معمره، كتجي بنينه وكتعجب كلشي كيقول لي طريقه زوينه. نتمنى نتوما تجربوها وتنال اعجابكم. الفلفله كيف كتشوفوا هاكي ولات رقيقه، يعني ولات صافي الا حيتها تحلك في يدك. هانتوما مبقاتش شاده داك القصوحه ديالها، مبقاتش قاصحه. دابا غادي نبدا التعمار ان شاء الله. طريقه سهله ديال التعمار، راه يعني ماشي شي حاجه صعيبه. كنبدا نضغط بيدي حتى كنعمر الجوانب كاملين، حيت كتولي فلفله دايره بحال شي جلده، يعني شحال ما عمرتي فيها كتعمر. المهم كنعمر فلفله كامله اللي عندي، وانا غادي نوريكم المرحله الثانيه. الفلفل اللي عندي كامله غادي نكملها بالتعمار. كيف كتشوفوا الفلفله كتجي عامره ومزيونه، كتجي واقفه، يعني ماشي شي هذا. هانتوما كيف كتشوفوا كتجي زوينه بحال الفلفله العاديه، يعني اللي بلا ما تيبسيها بلا والو، بحالها، يعني ماشي شي. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوش لايك واشتراك وتفعلوا الجرس.
كيف كتشوفوا ساليت دابا من التعمار ديال الفلفله. الصوص اللي درت معاكم غادي نكبها في نفس الطنجره باش بحال بلا ما عاد نبقى نقلب ونشقلب، كثرت الماء يعني بلا فايده. غير هي فيها النيت وما كتخواش، راه واخا الا قلبتها على هكا على فما ما درتهاش واقفه. انا دابا غادي نبين لكم بان درتها واقفه، ولكن من بعد نشوف الطنجره بان بقات فيها مساحه خاويه. هذا علاش غادي نولي الفلفله غادي ننعسها. كيف كتشوفوا ما غاديش تخوى من الحشوه اللي فيها، ما غاديش تخوى، غادي تبقى هكاك كطيب هكاك. يعني الا عندك كم كبير ديال الفلفله وبغيتي ما عرفتيش شنو ديري بيه، من الاحسن يبسيه كيبقى في الوقيته د البرد او لا الوقيته اللي ما يكونش فيها فلفله ولا شي حاجه. كنزيد الماء دافي وكنغلق على الطنجره وكنديرها على نار مهيله، نار ناقصه حتى التلي عافيه مهيله، وكنخليها طيب لمده تقريبا 40 دقيقه وكنطفي عليها. هنايا جيت نوريكم الشوربه ديال العدس. كندير هنايا الزبده، وكندير حبه ديال البصله، وكنشحر البصله دابا كنشحرها مزيان. من بعد ما تشحرت البصله كنضيف عليها العدس الاحمر. هذا راه عندنا حتى حنا في المغرب، ما كاينش غير في تركيا، راه كاين عندنا حتى في المغرب بكثره ما شاء الله. يعني اي حاجه موجوده عندنا في بلادنا الحمد لله. كنخلط مزيان حتى هذا العدس وكنخليه حتى هو يتحمر مع البصله. المهم بعد ما كيتحمر كنضيف عليه نص معلقه ديال الملحه، وكنزيد نص معلقه ديال الابزار، وكنضيف حبه كنور ديال البكري، وكنخلط الكل جيدا. على ما تذوب لي ديك الحبه ديال ضابط البنه ديال البكري، على ما تذوب في الطنجره. وعاد من بعد غادي نضيف الماء ونسد عليها. هنايا نسيت ما قلت لكمش الثومه، كنزيد مع نص معلقه كبيره ديال الثومه زوينه في الشوربه، كتجي زوينه. حنا في المغرب كنديروا هاد الشوربه هذه بالخضره ودغيا كطيب. هاد العدس هذا دغيا كيهبط دغيا كيطيب. هنايا كنضيف الماء كيجي مذاقها بنين، جربوها ما تشبعوش منها. حتى صحه بالرجيم زوينه بزاف، صحه بالسكر. نتمنى تنال اعجابكم، جربوها، طريقه ناجحه 100% وسهله. وندير الصفاره الكوكوت ونخليها لمده تقريبا 15 دقيقه. من بعد ما وجدت كطيب بهذه الطريقه هذه هكا. كاين شي واحد اللي كياكلها هكا، وكاين شي واحد اللي ما كتعجبوش هكا. شنو كندير؟ كنطحن داك الشيء باش بحال كيتطحن كامل وبلا ما كنصفيها بطبيعه الحال، غير كنطحن ولا كنصفي. حتى الطحين ديالها ما كيشديش، ملي كنبغي نطحنها ما كتشديش الوقت بزاف، تقريبا 3 دقائق كتكون مطحونه. كيف كتشوفوا شوربه سهله بزاف ونتمنى تنال اعجابكم. دابا غادي ندوزو لمرحله جني الخوخ باش نوريكم الطريقه باش تحافظوا على الخوخ لمده سنه واكثر في قريعات ديال زاج. طريقه سهله ما كتشدش حتى هي الوقت بزاف. الا كان عندكم الخوخ بكثره هاد الطريقه كنظن احسن، جربتها
ماشي مره ماشي جوج، تقريبا 4 سنين وانا كندير نفس الطريقه. عمرو الحمد لله ضاع لي الخوخ. كنحتاجو مثلا نهزو، يعني يمكن كيبقى كيف ما هو المذاق، اللوغو كله كيبقى كيف ما هو. كنهزو كيتنكل هكاك، اولا كنهز دوك القريعات، كنحل مثلا وحده او جوج وكندير بهم العصير. دابا هنايا كنجنيو الخوخ. كنحاول انني نحيد الخوخ حبه حبه، حيتاش الا سليت الغصن اي تهرس. الحمد لله هذا العام ما عرفش الخوخ جاب كثره، ولكن المشكل في الشجر كله تهرس. المهم هنايا الخوخ كنجمعو شويه بشويه. كنجنيو هذه غير شجره وحده، راه عطاتنا تقريبا شجره وحده عطاتنا تقريبا صندوق ونص، صندوق ونص تقريبا. راني واخا كندير في الشبكه، كنهز من الشبكه وكنمشي نكب في الصندوق. المهم ما حيدناش حنايا داك الخوخ كامل من الشجره، ما بغيناش نحيدو كامل حيت كنخليوه للناس هكا اللي بغا يدوز يهز. هنايا هذه اخر ما بقى. هنايا بدينا نغسلو الخوخ. هذا غير الخوخ اللي طايب، واخا انا ما صورتش الفيديو كامل حيت كنت مزروبه. كاين اللي هابط بزاف وفيه بقيوز، وكاين اللي زوين يعني وقاصح مازال شاد راسو، حيت القراعي كندير فيهم اللي قاصح واللي هابط. كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه نعمروه في ميكات ونديروه في الكونجيلاتور باش نديروه عصير ان شاء الله في شهر رمضان او في ايام الصيف. كيف كتشوفوا هاد البلاستيكات هما اللي كنحتاج انا. هنايا في الفيديو غادي نوريكم بانني كنسدهم بطريقه عاديه، ولكن انا راني فاش قطعت الفيديو راني كلهم خرجت منهم الهواء، وعاد سديتهم باش ما كياخذوليش مساحه كبيره في الكونجيلاتور. دابا تبان لك انا سديتها عاديه، ولكن غتبقى لي فيها الهواء، تقدر تطرطق في الكونجيلاتور او لا تشد لي مساحه كبيره في الكونجيلاتور. هذا علاش كنحيد منهم الهواء مزيان عاد كنسد. المهم نكمل بهذه الطريقه هذه حتى نعمر ميكات ديالي كاملين ونحيد منهم الهواء كاملين ونسدهم، ومن بعد نمشي نستفهم في الكونجيلاتور العصير ديال شهر رمضان او لا الصيف.
كيف كتشوفوا هذه هي الحصيله ديال الخوخ اللي عمرت في ميكات. واقتصادا يعني كتحاول انك المراه المغربيه تبارك الله عليها كتحاول انها تقتصد باش بحال ما تضيع حتى حاجه. الهابط خبعته واللي مزيان وقاصح انا عمرو في القريعات. كيف كتشوفوا معايا هادو هما القراعي اللي نبدا نعمر فيهم. راكم تشوفوا الطريقه باش كنهز الخوخ، راه يبان لكم بانه راه قاصح، يعني ماشي شي هذا. ورا ملي كنديروا في القرعه راه كيبقى شاد راسو، يعني كيحدو كيهبط واحد شويه، ولكن راه كيبقى شاد راسو، يعني كتشديه كتعضيه عادي بحال الخوخ عادي، يعني خوخ وفيه اللوغو الخوخ، يعني ما كيمشيش داك اللوغو. كنبقى بهذه الطريقه كنعمر القريعات كاملين. منين كنعمر القراعي كاملين، المهم خليكم نتوما مع الفيديو باش نوريكم بارتي الثانيه شنو ندير فيها القراعي باش ما يضيعوش وباش يبقاو مده طويله، يعني مده سنه واكثر ان شاء الله. دابا هنايا فاش غادي نسالي غادي نوريكم العبار. الماء اللي كنعمر في الخوخ، هنايا كنحتاج 2 لتر ديال الماء، كنضيف عليهم 6 المعالق ديال سنيده، 6 المعالق كبار ديال سنيده. هنايا انا كنستعمل هاد المعلقه الكبيره بزاف، راه كتسوى 2 معالق من المعالق الكبارين العاديين، اما هذه راه دايره بحال المغرفه، معلقه كبيره. منين كنضيف كنبقى نخلط السكر حتى كيذوب. كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه صافي راه داب السكر، كنبدا نعمر في القراعي. كنحاول نعمر القراعي كاملين. منين يتسالى لي الماء كنولي نعاود نفس الطريقه. الماء خاصو يكون بارد، ما خاصش الماء يكون سخون وما خاصوش يكون دافي، الماء خاصو يكون بارد عادي ديال الروبيني. من بعد من يتسالي لي الماء نولي نعاود نفس الطريقه، 2 لتر ديال الماء، 3 د المعالق ديال 6 المعالق ديال سنيده. انا كيف قلت لكم معلقه عندي كبيره باش انا بغيت نسربي دغيا. مهم فاش غادي نعمر القراعي كاملين غادي ندوز المرحله ديال غلق القراعي، نغلقهم كاملين. وكتحاولي انك تغلقيهم وتزيري شويه، يعني ماشي غير تسديها وصافي، حاولي انك تزيري شويه باش من تكوني كتسديهم. صافي كنبدا نسد القراعي نقلبهم على فمهم باش بحال كنعرف واش كيسيلوا ولا ما كيسيلوش. المغطيه بطبيعه الحال خاصها تكون الجلده ديالها، يعني الجناب ديالها، شوفوا المغطيه مزيان واش تكون يعني مدغدغه مع الجناب خصهم يكونوا مزيانين، يعني الجلده تكون مزيانه باش تشد لك القرعه. وتبعوا معايا الفيديو، هاد المرحله الجايه هي اللي مهمه بزاف، هاد الفيديو كامل باش ما يضيعلكش الخوخ. تبعوا معايا الفيديو، هاد المرحله الماجيه هي اللي مهمه بزاف. المهم كتحاول انك تسدي وكتضغطي شويه باش بحال تسدلك مزيان. المرحله الجايه هي هذه. كتعمري الماء في طنجره
انا كيف كتعرفوا انا كندير العواد على برا، يعني الحاجه اللي كتكون كبيره بزاف، مثلا نصوب الهريسه، نصوب الصالشه، غادي نصوب شي حاجه اللي كتاخد ليا اليد بزاف، يعني كم كبير بزاف، ما كنحتاجش البوطه ديال الدار، كنخرج لبرا كنشعل العواد. هنايا انا كنستف القراعي، كنحطهم على فمهم باش بحرا، وخاص الماء يكون بارد ما يكونش سخون، وانا كنحط القراعي واخا الماء يكون كيف قلت لكم بارد ما يكونش سخون. ومن بعد كنشعل العافيه وكنغلق على الطنجره وكنخليها تغلي لمده 30 دقيقه. 30 دقيقه تغلي هي. تما فين كيكون الضغط على المغطيه باش كتسد مزيان. هذه القرعه ديال شهر 6 2023، يعني دابا راه داز عليها عام، وهانتوما كي كتكون دايره مازال قاصح وشاد راسو ومزيان، والمذاق ديالو خوخ، لوغو ما كيتبدلش ابدا، المذاق ديالو ما كيتبدلش. كيف كتشوفوا كنخوي القرعه الخوخ في شي بلاصه، على حسب الطاسه ولا على حسب مولينيكس، على حسب اللي عندك. دار شويه ديال المشماش تا هو بغيت نزيدو عليهم، عندكم التشين تا هو ضيفوه من الاحسن، ما عندكمش بلاش. هنا غادي نوجد معكم التحليه. كنحتاج 2 بيضات، كنزيد عليهم حبات فاني، خنيشه ديال الفاني 5 غرام، او كنزيد كاس ديال سكر سنيده، او كنطرب كلشي حتى كيذوب لي السكر. بعد ما ذاب السكر كنضيف كاس الا ربع، يعني معامر ديال الزيت. دابا غادي نولي نضيف كاس عامر ديال اليوغورت اولا كاس ديال دانون. دابا كنحتاج كاس عامر ديال السميده الرقيقه،
وكنضيف كاس اخر عامر بالدقيق، وكنضيف خماره بطبيعه الحال 7 غرام، وكنخلط كلشي. كيف كتشوفوا القوام ديال التحليه يكون بحال هاد الطريقه هذا، ما تكونش قاصحه بزاف العجينه وما تكونش خفيف. من بعد خاص يكون الفران مشعول ومسخن من الفوق ومن التحت، يكون سخون من الفوق ومن التحت. كنجيب لاطه اللي كنكون قبل دهنه فيها الزبده، وكنكب فيها العجينه ديالي اللي خدمت، وكنحطها في الفران على درجه 180 درجه. وبطبيعه الحال خاصني نكون طافيه الفران من الفوق، يعني يكون مشعول غير من التحت. منين كطيب العجينه من التحت وكتنفخ، منين كتنفخ الطاسله ديالي، حنا في المغرب هذه كنقولوا لها بسبوسه، وحنايا البسبوسه في المغرب كنخدموها باللشين، عصير اللشين، يعني عصير البرتقال. فاش مهم هنايا فاش تنفخ العجين كنشعلوا عليها من الفوق وكنطفيو الفران من التحت. حنايا في المغرب كنقولوا لها البسبوسه، وهنايا كيقولوا لها طاطله، يعني كل واحد وكل بلاد والتقاليد ديالها والثقافه ديالها. مهم كيف كتشوفوا دابا وجدات. كنقطعها طريفات مربعين باش بحرا كتدخل ليها الشربات. كيف قلت لكم في الفيديوهات القدام من قبل، الا كانت يعني الكيك او البسبوسه الا كانت سخونه بزاف، الشربات خاصهم يكونوا باردين. الشربات اللي هما السيرون، حنا في المغرب كنقولوا السيرون. وإلا كانت الشربات سخونه الطاط واخا باش بحرا التحليه ديالي ما تجيش معجنه من الداخل. كيف كتشوفوا دابا غادي نضيف السيرون. المهم انا ديما كندير عيني مازاني تقريبا. ضفت يعني شي جوج كيسان د العنبه. هنايا كياكلوها حلوه بزاف، وهنايا كندير على حسب نتوما كل واحد والطريقه الزواق ديالو. انا زدت الكوك من الفوق وزوقته بطريقه عفويه حيت كنت مزروبه، كان خاصني نسالي على حساب العشاء، الوقت ديالو قرب. هذا علاش كان خاصني دغيا نسالي وصافي. بحال هاد الطاطله هذه ما كياكلوهاش بناتي في الدار، هذا علاش خاصني ندير كيكه اخرى هي اللي غادي نوجدها معكم دابا ان شاء الله يا ربي. كنتمنى تحلياتنا لاعجابكم، وخليوا لي لايك واشتراك وفعلوا الجرس، وخليوا لي كومونتير زوين بحالكم، قولوا لي كيف جاكم الفيديو. وكنتمنى ما نكونش ثقيله على قلبكم، وكنتمنى اي حاجه وجدتها تكون عجباتكم ان شاء الله يا ربي. هنايا غادي نبدا نوجد كيكه عاديه، يعني ما فيهاش شي، يعني كيكه عاديه يوميه كنديروها حنايا ديما الوليدات الصغار. درت 3 ديال البيضات، يعني 4 ديال البيضات، وغنضيف لهم 2 حبات فاني، يعني باش بحرا البيض ديك الزفوريه ديالو ما تجيش في الكيك. مهم وكنضيف كاس العنبه ديال السنيده، وكنطرب كلشي حتى كيذوب السكر.
كنضيف كاس د العنبه عامر بالزيت. وهنايا كنولي ندير كاس ديال العنبه عامر باليوغورت، اللي بغى يدير الحليب اولا دانون. هنايا دابا كنزيد الدقيق، عندي 2 كيسان ديال الدقيق تقريبا. كنضيف هنايا 2 خمارات 7 غرام 7 غرام، يعني 14 غرام باش تنفخ لي، حيت القالب عندي صغير وخايفه تبقى معجنه من الداخل. هذا علاش ندير 2 خمارات. وغادي نضيف الكاس الثاني ديال الدقيق. كيف ديجا قلت لكم انا كنت مزروبه، هذا علاش كان خاصني نسالي دغيا. كيف كتشوفوا كنزرب في هذا. هنايا زدت 2 معالق صغار ديال الكاكاو مسوس، وما بغيتش نخلطو بالخلاط بالطراب، يعني كلشي كنخلطو بالطراب حيت يعني مزروبه. ما بغيتش نخلط بالطراب حيت غادي تولي الدنيا كلها كاكاو. هذا علاش هزيت الطراب اليدوي باش بحال ما نليطش الدنيا ونتكرفص على راسي وعلى الدنيا. مهم كنخلط، ومن غادي يدخل لي الكاكاو في العجينه، غادي نكب العجين ديالي في المول. المول بطبيعه الحال اللي قبل كيكون دهنه بالزبده والدقيق باش ما يلصقليش. الفران بطبيعه الحال خاصو يكون سخون، درجه الحراره ديالو 180 درجه، يكون سخون من الفوق ومن التحت. ملي كندخل المول ديالي الفران بطبيعه الحال كنطفي المول من الفوق وكنخليه غير من التحت. كنخلي العجينه، كنخلي الكيكه ديالي تنفخ، وعاد كنولي نشعل عليها من الفوق. التزيين ديال الكيك، هذا اللوز، هو راه ماشي لوز، هذا غير العظومه ديال المشماش، القلب ديال عظمه المشماش. راه المذاق بحال اللوز تقريبا. هانتوما كيف كتشوفوا، هذا المشماش وهذا العظم. كنعزل العظم على المشماش وكنحطو في الشمس كيتشمش، يعني الا كان الشمس على حسب كنخليه 2 جوغ تقريبا يومين في الشمس. فاش كي يعني كيبس مزيان، واخا كنبدا نهرسو وناخذ منه. كيف كتشوفوا هذه الطريقه، هكا كيولي. كنهرسو كناخذ القلب ديالو، المذاق ديالو اللوز تقريبا، لوز وما حارش حلو. هادشي اللي كاين، يعني كنقتصد. غادي نوريكم الطريقه ديال
دابا غادي نوريكم الطريقه باش كيعسلوا القرعه الحمراء او اليقطين. الطريقه سهله. كيف كتشوفوا القرعه صعيب شويه دابا باش صعيب باش تقطع، حيتاش قاصحه بزاف. خاصها ضروري راجل في الدار او لا شي واحد اللي يكون قاصح. الموس خاصو يكون ماضي. كيف كتشوفوا الراس ديالها بعدا كيتحيد باش بحرا كتسهل في التقطاع. هي كتجي المذاق ديالها بنين ولذيذ بزاف، ولكن ماشي بحال الكسكسو ديال المغرب. في المغرب كتجي مذاق زوين بزاف. كسكسو المغربي. اتبقاو تقولوا لي لا علاش كل مره تقولي المغرب 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 ما كاينش احسن من بلادي. وطياب بلادنا تقريبا يعني ما شاء الله طياب زوين وما كاينش بحالو. انا بعدا كنحسبو ما كاينش بحالو في جميع البلدان. ما كاينش بحال الطياب المغربي والكسكس المغربي. وكتجي القرعه الحمراء في الكسكسو كيجي مذاقها رائع، وكتجي يعني زوينه بزاف. كل بلاد والثقافه ديالها، كل بلاد والطريقه ديال الطياب ديالها. هادو كيعسلوها و يعني هكا الطريقه ديالهم. انتم شوفوا معايا الفيديو الاخير ونوريكم الطريقه باش كيعسلوها. كاين اللي كيديرها في طنجره، حنا كنديروها في صينيه، وكنغطيو الصينيه بابابي الومنيوم وكنديروها في الفران. طريقه زوينه. وهنايا كيف كتشوفوا صافي راه ساله، الله يجعل شي بركه. عيا تا هو. المهم تبارك الله ما شاء الله. كتجي خير ربي يعني كتجي بزاف. المهم هنايا المرحله الثانيه هي ديال التنقيه. كنحيدوا لها الغشه ديالها، كنحيدوا لها الزريعه ديالها. كيف كتشوفوا دابا انا بديت نقطعها هنايا باش بحرا نحيد لها الزريعه ونحيد لها داك الغشا القاصح. كيف كتشوفوا هذيك اللي في البانيو راه بديك الطريقه قديتها حتى هذه نوريكم نفس الطريقه. خصها تجهد شويه، راه قاصحه بزاف. بهذه الطريقه هذه كنقيها. خاصها شويه الجهد، وخاصها الموس يكون ماضي بطبيعه الحال.
كتغسل قبل ما تقطع كتغسل من برا، ما خاصهاش تغسل من الداخل، حيت الا تغسلت وقد يعني تقطعناها ومشينا نطيبوها غادي تطلق الماء بزاف. المهم هذه هي الكميه اللي قطعت ونقيت. دابا غادي نبدا نستفها ان شاء الله في الصينيه. الجهه ديال القشره اللي نقيت هي اللي خصها تكون من التحت، والجهه الفوقانيه ديال الزريعه هي اللي خصها تكون من الفوق. كتستفها بهذه الطريقه هذه. المهم كنستفها ومن بعد كنزيد عليها السكر. انا زدت عليها تقريبا المهم تقريبا 4 الكيسان ديال السكر اللي درت لها، حيت كيف قلت لكم كتجي حلوه بزاف. زدت عليها 4 ديال الكيسان ديال السكر العنبه، وكتخليها المده ديال ساعه او نص ساعه المكانه على حسب حتى كيذوب السكر فيها، وكتبدا تطلق ديك الماء ديالها. انا علاش انا قلت ما تغسلش من الداخل، حيت الا تغسلت من الداخل غادي تطلق الماء بزاف اكثر من القياس. هذا علاش يعني تغسل غير من برا قبل ما تبدا تقطع. المهم دابا غادي كنقاد لها باش بحال تجي يعني تعمر لي الصينيه، ومن بعد غادي ندير السكر. وما كملتش معكم الفيديو، ما صورتوش حتى التالي، حيت المهم هذه كنت صايبتها نهار قبل ما نصايب هذا العشاء هذا. كنت مزروبه، هذا علاش ما صورتش لي ديتاي كاملين. المهم كندير السكر. دابا غادي نزيد السكر ونخليها، ندير لها بابي الومنيوم ونخليها لمده ساعه المكانه على ما كتطلق الماء ديالها راسها، ومن بعد وكيذوب داك السكر فوقها. ومن بعد كنديرها في الفران درجه 150 درجه صافي حتى كنشوفها طافت. ومن بعد كنحيد عليها بابي الومنيوم، كنخلي داك الماء يتبخر، كنطفي على الفران من الفوق وكنخليه غير من التحت باش ما تحرقش القرعه. كنتمنى الطريقه تنال اعجابكم وجربوها ما تندموش. المهم كتولي صغيره القرعه. انا اللي هزيت هاد الطريفات اللي صغاري يعني عزلتهم. المهم كتجي كمقبلات كياكلوها. كتجي زوينه، طريقه مختلفه شويه يعني على حسب بلاد وكل بلاصه والثقافه ديالها، كل بلاصه والاكل ديالها. كيف قلت لكم هذا هو العظم ديال المشماش اللي وريتكم. يعني راه مذاق لوز، كاين اللوز ديرو، كاين القرقاع، من الاحسن يكون القرقاع. دابا كنوجد الطبله، يعني طريقه التقديم كنوريكم شي حاجه بسيطه. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم. ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس، و كتبوا لي كومونتير يعني كي جاكم الفيديو، واش عجبكم او لا. ونتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساونيش بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس وتخليوا لي كومونتير زوين بحالكم. نشكر اي واحد تابع الفيديو للاخير، شكرا لكم بزاف. Teşekkür arkadaşlar. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بطريقه جديده. هذه البنيته ديالي، شكراتكم حقا كنشكركم اللي تبع الفيديو الاخير، كنشكرو بزاف. الى اللقاء، مع السلامه ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله باذن الله. مع السلامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.